السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه ام فهد ومرام. اليوم جيت نشارك معكم هاد لاطارت كتجي زوينه وسهله. تابعوا معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. باش نحضروا لاطارت ديالنا غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق، غادي نحتاجوا 100 غرام ديال السكر كلاصي، غادي نحتاجوا البيضه واحده، وغادي نحتاجوا هنا 150 غرام ديال الزبده، وغادي نحتاجوا فانيلا وحده. خليكم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. ودابا غادي نبداو نضيفوا النواشف كاملين. عندنا هنا الفاني، عندنا قبيصه ديال الملح، نسيت ما ذكرتهاش معاكم، غير شي شويه، عندنا السكر كلاصي غنضيفوه، دابا حيتاش كنصور وشاده معكم التليفون داكشي علاش. وغادي نستمروا في التحريك ديال كلشي حتى يدخلوا المكونات كاملين في بعضهم البعض، ونستمروا في التحريك. من بعد ما رملنا هذا مزيان الدقيق بالزبده، دابا غادي نضيفوا بيضه، وغادي نستمروا في التحريك. يمكن لكم تستعملوا السباتول باش تحركوا، ولكن من الاحسن انايا كنتحكم هكا باش كنجمع العجين كامل غير بشويه، ما كتبقاوش تدلكوا، غير كتجمعوا غير بصباعكم على هذا الشكل. من بعد ما جمعنا العجين تولى على هذا الشكل هذا، غير بالاصابع ديالنا ما دلكناش العجين باش تبقى لينا مزيانه على هذا الشكل. شوفوا كيفاش كتجي. دابا غادي نديروها في بلاستيكه وغادي نسدو عليها ونحطوها في الثلاجه حتى تشد لينا راسها مزيان، وديك الساعات غادي نخرجوها وغادي ندلكوها. وخليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غادي نصايبوها. وباش نحضروا لا كريم باتيسير غادي نحتاجوا نص لتر ديال الحليب، غادي نحتاجوا 3 ديال المعالق كبار ديال لا كريم باتيسير، و4 تاع المعالق ديال السكر سنيده. غنضيفوهم للحليب وغادي نحركو مزيان حتى يتجانس لينا الخليط، وعاد غادي نديروه فوق النار ونستمروا في التحريك. واخا نديروه فوق النار نبقاو مستمرين في التحريك باش ما تلصقش لينا. دابا نديروه فوق النار ونكملوا. من بعد ما درناه فوق البوطه غادي نستمروا بالتحريك حتى يبان لينا الحليب ديالنا ولا كيتقال، وعاد غادي نطفيو عليه. من بعد ما تقال لينا لا كريم باتيسير ديالنا على هذا الشكل كيف ما كنشوفوا، دابا غادي نطفيو عليه النار وغادي ندوزو باش نسرحوا العجين ديالنا في المول. وخليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غادي نصايبوا. بعد دابا ما حيدته من على النار وطفيت عليه، غادي نزيد ليه شويه ديال الزبده ونستمر في التحريك. كتعطي واحد النسمه بنينه بزاف كما كتشوفوا. نحركوه مزيان وعاد باش غادي نغطيه ببلاستيك وندخلوه للثلاجه شويه باش يبرد. خليوه حتى تذوب مزيان. ودابا غادي ندوزو باش غادي نسرحوا العجين ونديروه في القالب ديالو. من بعد دابا ما خرجت العجين كيف ما كتشوفوا، كانت درتها في المجمد باش تجمد لينا مزيان. دابا غادي نبداو نسرحوا العجين ديالنا، نرشوها بالدقيق ونبداو نسرحوا بشويه بشويه. كتكون قاصحه كما عدل. كنستمروا في هذا الشكل. من بعد ما سرحنا العجين ديالنا في على هذا الشكل، دابا غادي نبداو نديروا ليه واحد بحال هكايا بالشوكه. غنبداو نثقبوها مزيان باش ملي تكون كطيب ما تنفخش لينا العجينه وتجي منفوخه، باش تطيب كلها كيف كيف وتبقى هكا هابطه، ما تبقاش العجينه منفوخه لينا.
صافي غنستمروا في العمليه بحال هكا، وغندخلوها للفران طيب على درجه 170 درجه، وغادي نشعلوا عليها الفوق والتحت. صافي، خليكم معنا باش نوريكم طريقه التزيين. وكيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي. منين خرجت لاباط من الفرن درت ليها لا كريم باتيسير وزوقتها بالفرامبواز، ودرت ليها البنان من جنيبات، كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه بزاف. وما تنساوش تجربوها وشاركوا معايا التعاليق الى عجباتكم، وبالسلامه وبالصحه والراحه.